الثالث من آذار من عام 1924. هذه الذكرى ذكرى أليمة، ذكرى الفاجعة الكبرى. فبهدم الخلافة عطل شرع الله، وبهدم الخلافة انتهكت أعراضنا، وبهدم الخلافة كشفت عوراتنا، وبهدم الخلافة عطل شرع الله وعطل حكم الله في الأرض. وبهدم الخلافة لم يعد للمسلمين أي قيمة عند كل الناس. فالمطلوب منا أيها الإخوة الكرام، ونحن في هذا المقام في صدد تذكيركم بهذه الذكرى الأليمة، إنما هو ليس من أجل الذكرى فقط، بل من أجل شحذ الهمم للعمل الجاد والدؤوب لإعادة عزة الإسلام وإعادة مجد المسلمين. فالمطلوب منا أيها الإخوة أن نعمل على تحقيق وعد الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. المطلوب منا أيها الإخوة أن نعمل جادين على تحقيق بشرى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فنسأل الله عز وجل أن نكون من العاملين المخلصين لإقامتها حتى يعود للمسلمين عزتهم وكرامتهم. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.